واحد جاهل ابتدى يخاف الامام الغزالي من انه يدخله الغرور، وخصوصا في ظل الحضور ده كله، لان الغرور ده مقبره اي عالم. لحد ما جه واحد من الحضور وساله وقال له ان في ايه في القران بتقول كل يوم هو في شأن، فما شأن الله النهارده؟ استغرب الامام الغزالي جدا وفضل يفكر عن اجابه، ولكنه ما لقاش. الامام الغزالي اللي عمر لسانه ما عجز عن الرد ولا حجته خدعته، فقال له تعالى بكره وان شاء الله تكون عندي الاجابه. راح بكره والامام الغزالي برضه ما عندوش اجابه. تاني يوم هكذا لحد اليوم الثالث. روح الامام الغزالي وهو متضايق جدا وصلى صلاه العشاء وطلب من ربنا انه يلهمه الاجابه عن سؤال السائل ده. ونام الامام الغزالي وجاله سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في الرؤيه وقال له انه يرد على السائل يقول له ان لله امورا يبديها ولا يبتديها ويرفع اقوام ويخفض اخرين. قام من نومه وراح المسجد وسال عن السائل اللي كان بيسال عن جزئيه شأن الله، فرد السائل وقال له ان هو موجود، فرد عليه الامام بالرد اللي جاله في الرؤيه. اما اجابه السائل هو اللي كان غريب جدا، فقال له اكثر من الصلاه والسلام على الذي الهمك الاجابه في المنام.